كتير بتسأل الفرق بين اللحوم البلدي واللحوم المجمدة وأنهين أفيد، وأنا هقولك وأمري لله وأنا عارفة إن اللي هقوله ده مش هيعجب ناس كتير. اللحوم المجمدة واللحوم البلدي كقيمة غذائية مفيش أي فرق نهائي، ولكن احنا في طبيعة مجتمعاتنا لو هنشتري لحمة بلدي لازم نشتريها تكون مختومة بختم المجزر، وإلا بتبقى اللحوم المجمدة أفضل. وده ليه؟ ده لأن احنا للأسف عندنا ناس كتير من عدماء الضمير اللي هم بيذبحوا الحيوان بياخدوه كده يلحقوه بالسكينة قبل ما يموت على طول، واحنا عندنا ثقافة إن احنا نشتري من حد ذابح بيتي ومن حد مش عارف يكون موثوق ولحمة لسه سخنة. الكلام ده مش صح خالص. عايزة أقولك لو انتي اشتريتي اللحمة وهي لسه سخنة وحطيتيها شوية في الفريزر هتبوظ وهتضر منك لأن هي ممرتش بمرحلة التشمع. فتشتري لحمة من جزار موثوق وعليها ختم، يا إما الأفضل تروحي للحوم المجمدة.